مرحبا بكم جميعا. اليوم معنا قصة مختلفة، قصة تحمل الكثير من المشاعر بين الحزن والأمل. إذا كنت من الناس اللي تحب القصص الواقعية والمؤثرة فأنت في المكان الصحيح. خليكم معنا للنهاية، لأنه هذه القصة ممكن تلمس قلبك وتخليك تشوف الحياة بطريقة مختلفة. في هذه الحياة هناك قصص لا تنسى، قصص مليئة بالألم، لكنها تحمل في طياتها قوة لا تصدق. قصة اليوم ليست مجرد حكاية، بل درس عن الحب، الفقدان والإصرار على تحقيق الأحلام رغم كل شيء. نبدأ قصتنا. في إحدى القرى الصغيرة كانت تعيش فتاة تدعى رباب، لم تتجاوز 12 من عمرها. كانت تملك قلبا طيبا وابتسامة لا تفارق وجهها، رغم أن الحياة لم تكن سهلة عليها. فقدت والدتها وهي صغيرة، وبقيت مع والدها الذي كان يعمل ليلا نهارا ليؤمن لها حياة كريمة. كانت رباب تحب المدرسة كثيرا، وتحلم أن تصبح طبيبة يوما ما، لتساعد المرضى، خاصة أولئك الذين لا يملكون المال. كانت تقول دائما: لن أترك أحدا يتألم كما تألمت أمي. في إحدى الأيام عاد والدها متعبا جدا من العمل، لكنه أخفى تعبه حتى لا يقلقها. ومع مرور الأيام بدأ المرض يشتد عليه، لكن كان يبتسم كلما رآها ويقول: أنا بخير يا ابنتي. لكن الحقيقة لم تكن كذلك. في ليلة باردة استيقظت رباب على صوت سقوط قوي. ركضت بسرعة لتجد والدها على الأرض فاقدا للوعي. صرخت وبكت، لكنها كانت وحدها، لا أحد يسمعها. تم نقله إلى المستشفى، وهناك أخبرها الطبيب أن حالته خطيرة ويحتاج إلى علاج مكلف. جلست رباب أمام الباب تبكي، لا تعرف ماذا تفعل. باعت ألعابها البسيطة وطرقت أبواب الجيران، لكنها لم تجمع سوى مبلغ صغير. مرت الأيام صعبة، وكانت رباب تزور والدها يوميا، تمسك بيده وتهمس: لا تتركني، أنا ما زلت بحاجة لك. وفي صباح يوم حزين خرج الطبيب بنظرة صامتة، لم يحتاج إلى الكلمات، فقد فهمت رباب كل شيء. فقدت والدها، آخر ما تبقى لها في هذه الحياة. وقفت وحدها أمام باب المستشفى، تحمل حقيبة صغيرة وذكريات كبيرة. لم لم تبكي كثيرا، فقط نظرت إلى السماء وقالت: سأكمل حلمي يا أبي كما وعدتك. مرت سنوات، وكبرت رباب، وتحملت الحياة بكل قسوتها. درست بجد وعملت كل شيء حتى تحقق حلمها، وأخيرا أصبحت طبيبة. لكن في يوم تخرجها، بينما كان الجميع يحتفلون، جلست وحدها في زاوية هادئة تنظر إلى شهادة نجاحها وتبكي بصمت، لأنه لم يكن هناك أحدا لتقول له: لقد نجحت يا أبي. نهاية حزينة، لكنها مليئة بالقوة والصبر
ورغم أن الحلم تحقق، إلا أن الفراغ الذي تركه الأب لم يملئه شيء. بعض النجاحات لا تفرح كما تتخيل، لأنها تأتي بعد أن نفقد من كنا نريد أن نشاركها تلك اللحظة. وفي النهاية، شكرا لكل واحد بقي معنا حتى آخر لحظة. إذا لمستك القصة، لا تنسى تترك لنا رأيك في التعليقات، ويمكن مشاركة بسيطة منك توصل هذه القصة للشخص يحتاجها. لا تنسى الاشتراك ودعمنا لنقدم لك المزيد من القصص المؤثرة. نلقاكم في قصة جديدة. إلى اللقاء.